تاع علاقه بسيدي موسى تاع 2014. وإلا نتكلموا وطنيا الجزائر تاع 99 ما عندهاش علاقه بالجزائر تاع 2014. ولا ينكر الا جاحد انه الحصيله هي ايجابيه الى ابعد الحدود. اذا كان ناخذوا بعض المحاور نتكلموا عليها، هي انه من باب البلاد كيفاش كانت في 99. البلاد في سنة 99 كانت بلاد مهدمة تماما، يعني حتى ولا كان هذاك الوقت كنا مازلنا كجزائريين باش نديروا يعني باش نديروا الكوراج لبعضنا بعض، نقولوا بلي بلادنا مازالت واقفة، ولكن نقولوا بلي كانت فوتت عشرية اللي خلاتها يعني اجونو. وحنا في سيدي موسى نعرفوا الشيء هذا مليح، ربما في مناطق اخرى في بلديات اخرى ما تمستش كثير، ولكن لا نتكلموا على سيدي موسى نقولوا باللي كانت مهدمة تماما. الحمد لله بفضل المجهودات نتاع المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ومجهودات الطاقم والسياسة الرشيدة والسياسات الاقتصادية وكذا السياسات الشبانية والسياسات المخصصة للتنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. اليوم عاودنا رجعنا من تأخر كبير. ما تنسوش باللي الجزائر هي بلاد اللي في 92 كانت عندها فقط 30 سنة من الاستقلال. يعني بعد 30 سنة من الاستقلال كنا حققنا الشيء اللي نقدروا بعد 30 سنة، لأنه علاش خرجنا من 130 سنة تاع استعمار. من بعد تجي عشرية سوداء أتت على الأخضر واليابس، كسرت كل شيء باش تعاود ترجع وتعاود توقف وتخرج الراس تاعك من الماء. ما كان أبدا سهل. واليوم الحمد لله يعني بعد 15 سنة تاع مجهودات وتاع سياسة مدروسة ورشيدة ونتاع رغم انه يعني الكثير من الاجواء وكثير من الظروف الدولية ما كانت تساعد، الحمد لله اليوم نقولوا باللي الحصيلة ايجابية. وما دام الحصيلة الايجابية نتشجعوا انه نكملوا في المسيرة، ماوش نتوقفوا هنا باش نكسروا الحصيلة الايجابية ونجيبوا ناس اخرين اللي ممكن راح ندخلوا معاهم في نفق اللي ماناش عارفين المخرج نتاعو. اليوم على الاقل رانا ماشيين على الطريق الصحيح، رانا متقدمين، نكملوا في التقدم نتاعنا. ربما مع النقائص اللي كاين لازم نزيدوا في السرعه، لازم نراجعوا بعض الامورات، لازم نراجعوا نفوسنا، وهذا لازم يعني مهما كان الظروف من عهده الى اخرى، من سنه الى اخرى، لازم نراجعوا السياسات هذه، لازم ندارسوا النقائص، لازم نحوسوا على الحلول. ولكن نظن باللي الحلول موجوده والرجال ما زالت واقفه، والالتفاف واللم تاع الشمل اللي حصل في الثلاث عهدات هذه يسمح لنا انه نكملوا في التنميه هذه. اذا كان ناخذوا نقاط يعني بسيطه نقولوا بلي في 99 المديونيه الخارجيه تاع الجزائر كانت اكثر من 45 مليار دولار. اليوم ما فيش مديونيه. هذه يعني نقدروا نقولوا معجزه، ما كاش بلاد في العالم ما عندهاش مديونيه خارجيه. الجزائر قضينا على المديونيه الخارجيه، لحقنا وين؟ الافامي رفض انه نسدوا مسبقا، لانه باش يبقى يدي في الفوائد تاع الديون. احنا الجزائر بفضل السيد عبد العزيز بوتفليقة خلصنا الديون تاعنا على اخر سنتين، واليوم عندنا زياده على الديون اللي كانت 45 مليار دولار. اليوم عندنا 200 مليار دولار من ريزيرف دو شانج، يعني من الاحتياط نتاع العمله الصعبه. هذا الشيء اللي نقدروا به نعطيو دفع للتنميه كبير جدا بالنسبه لبلادنا. اذا كان ناخذ كما قلنا الامن اليوم الحمد لله اصبح من الماضي، وقضينا على كل المشاهد تاع الارهاب وكملنا وجزنا المرحله واحده اخرى. اذا كان نتكلموا على شبكه الطرقات، الاف الكيلومترات تاع الطرقات، رغم ما يقال يعني قال هذه لوطوروت است واست، لازم نلاحظوا باللي هذه لوطوروت است واست فيها 1300 كيلومتر، وهذا هو مشروع القرن. وهذا ما كان ولا بلد افريقي ولا بلد يعني في العالم الثالث عنده طريق سريع يمتد ل 1300 كيلومتر بدون انقطاع، يعني نقطعوا بلاد بدون انقطاع. نتكلموا على الجانب الشبابي، واش بنية مؤسسات كيما هذه دور شباب، واش بنية مركبات رياضية، واش بنية مركبات أولمبية. الشيء اللي جعل اليوم كل الشباب عنده الحظ انه يتأطر وانه يتهيكل ويلقى وين يمارس كل هواية نتاعو.
مازال كاين نقائص لازم نكملوها، لازم نداركوها، لازم مشاريع اخرى، ومازال ماشي. نظن بلي الامر هذا ماشي في الطريق الصحيح وماشي ايجابي تماما. اذا كان ناخذوا من جانب النساء، مادام النساء حاضرين معنا، نظن باللي تطورت كثير المرأة في تلك العهدات هذه، حتى انها في المجالس المنتخبة ولا 30%، وهي كذلك يعني اكبر نسبة حتى في الدول الاوروبية ما لحقوش نسبة 30%، وفي الجزائر رانا في 30% تاع المجالس المنتخبة. ويعني وشهادة نقولوها يعني لله، فخامة الرئيس لما فكر هذه اليوم حضور تاع النساء في المجالس المنتخبة، اعطى واحد الخاصية واعطى واحد الدفع واعطى واحد الاشياء ايجابية اللي ما كانتش متوفرة في مجالس اخرى حضرناها احنا بدون نساء. اذا كان ناخذوا مجالات اخرى في المجال الزراعي والفلاحي، نهضروا ببساطة يعني اللي كان ما يلقاش طوماطيش برك 3 شهور في العام، اليوم يلقاها على كامل العام. اللي ما كان ما يلقاش يعني الخضره على الفاكهه في العام، اليوم موجوده على طول العام. لحقنا واحد الوقت قبل 99 ان كنا نجيبوا يعني نجيبوا الفواكه من الخارج، نجيبوا التشينا اللي هي تاع الجزائر نجيبوها من الخارج. اليوم الشيء هذا ما كاش، الحمد لله احنا ماشي الاكتفاء الذاتي. وين راهي القناطير المقنطره تاع القمح ونتاع الشعير اللي كنا نجيبوها من العالم، اليوم الحمد لله يعني اكثر من 80% من الاحتياجات نتاعنا رانا نغطيوها. المهم انه في كل المجالات الحمد لله كاين تطور ملحوظ وكبير وايجابي، والفرقه اللي عملت في 15 سنه هذه مازالها تعمل، والرجال مازالها قادره تقدم. وحنا الشيء اللي نقولوه انه على الاقل بالنسبه للبلديه نتاعنا ان شاء الله الناس يعني راهي فاهمه وراهي ماشيه باش تنتخب على المرشح عبد العزيز بوتفليقه، وتمشي بقوه يوم الاقتراع للصناديق تاع الانتخاب باش تعبر عن صوتها. وحنا متاكدين من النتيجه، وان شاء الله نديروا العرس مع بعض يوم 18 افريل ان شاء الله. وشكرا لكم، يعطيكم الصحه.